صلوا على النبي يا ولاي، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. انت فين يا اختي بتاعت الهم كده بالكيس الدواء بتاعك دي؟ كنت رايحه الوحده بتاعت المي بتاعت قريتنا يعني. كنت رايحه اكشف واجيب مرهم واجيب حاجات كده وعلاج للمعده فما لقيتش. ما علينا، شوفوا بقى، حبيت اصور لكم واوريكم ايه الارض اللي قدام الوحده وده عمكم عبد الحي والشارع ده كله يا ولاي. الشارع ده بتاع دار جدي، انا مولوده فيه ومتربيه فيه. اقسم بالله أنا كنت مبسوطه بسطه وسعيده سعيده ان انا في الحته دي او في الحكره دي زي ما انتوا شايفين كده. وخدت عود قش بقى من على العربيه الكر عشان ايه؟ نشوي السمك ونحطه عليه زي ايام زمان كده. دي قريتنا اهو زي ما انتوا شايفين وشوارعنا. حبايب قلبي اللي بتابعوني وعاوزين يعرفوا ان قريتنا بيقولوا انت في المنصوره، بس كلامك مش زي بتوع المنصوره، احنا قريه اولاد فلاحين تابعه للمنصوره. اه لو سبت لكم الصوت بصوت اقسم بالله. شوف طولة ما انا ماشيه الناس اتفضلي وانا اكلم فيهم اكلموا في. خلي بالكم انا هبله خالص مش يوريكم يعني كده المنظر. فبحوش الصوت واتكلم. المهم زي ما انتم شايفين كده معرض السجاد دوت بتاع واحده عندنا برضو صاحبتي وحبيبتي. اهو زي ما انتم شايفين كده اسمها زينب، فضلت انده عليها يا بنتي يا زينب يا بنتي يا زينب. فين بعد ما مشيت جيت لي بقى كنت مشيت. الشارع بتاعنا ده يا حبايب قلبي اسمه شارع الوحدة، واسمها في عزبة بدوي أو الشارع الصغير بس يعني. فزي ما انتم شايفين كده برضه دي شيماء مرات محمد أبو جلالة، هي فاتحة برضه اللهم صل على النبي. فاتحين معرض أدوات منزلية. ما شاء الله ربنا يوسع عليهم ويرزقهم يا رب بالرزق الحلال. قاعدة قالت اقعدي صوري معانا شوية، صورت وأشرف أنا قعدت في ريحة وأشرف خش صور زي ما انتم شايفين كده. المشكله ان انا التصوير والحاجات دي كلها بعملها في اليوم اللي انا هصبح امشي فيه. يعني انا بت اليوم ده وصبحت مشيت. فقالوا يا بنت مش عارفه تيجي تقعدي معانا كام يوم كده وتصوري وحاجات من دي. قلت والله يا ولاد الاجازه كانت صغيره وما لحقتش. يوم قضيته في بدأ عند حماتي وسلايفي و... ويومين وش وجري كده زي ما انتوا عارفين. فما لحقتش. وانا بقى ده انا عاوزه اسبوع، الحته اللي راح اقعد فيها اسبوع عشان ابطل لك كده ما ينفعش. فزي ما انتوا شايفين كده اهو. قلت اصور لكم كده كنت انا واشرف واحده واحده وانا ماشيه. وكان في اليوم دي كان السوق بتاعنا ورحت اتسوقت لامي. وعما جانا شوانا السما كان وش والله امي اتحايلت عليا كتير قالت لي صوري واحنا بنشوي السمك وبنتغدى. بس ساعتها جالنا ناس جيران كانوا قاعدين معانا. فدي المعرض بتاع محمد ابو جليل اهو ما شاء الله جميل. انا اشتريت الترمس اللي فوق هناك دي يا ولاي انا شكله حلو قوي اللي هو ابيض في لبني دي. عجبني فاشتريته. فاللهم صل على النبي زي ما انتم شايفين كده العزبه ديت كانت الاول مش حلوه كده، الوقت عادت جميل. والسوق بتاعنا اقول يا ابني احنا جينا نصور والسوق خربان بعد ما خلص. كنا نصور من الصبح بس ما كانش حد صاحي معايا بقى. فشوفوا وقفت بقى ارتاح شويه عند العربيه الكر وقلت لها اشرف صور. الست بتاعت العربيه الكر ده حسن قلت له انت تصور امك وتسيبني ولا ايه؟ صورني الرخر. قلت صورها يا اشرف. وبتوع السمك بقى اللي كانوا فاضلين كانت الحاجه الكبيره اللي قاعده دي كانت مدينا اجيب لها علاج من الوحده. لا لقيت لي ولا ليه تسكت ياما ده وحده خربان فعبده بتاع البوزه برضه نادى على اشرف. كنت انا خدت الصبح والله. قال لي اشرف تعالى صور يا اشرف معايا. المهم عبده ده جدع ومحترم والله العظيم دايما هو اللي ينده. وقلت اه يا ولاد صوروا. هو نفسه يعني القناه بتاعتي دي تكبر وتبقى حلو. والله وقف جنبي كتير وكلمني ناس كتير. بس يلا الحمد لله ربنا ما يحوجناش لحد يا عبد يا عبد وانت بتسمع الفيديو. ربنا يكرمنا يا رب كده وما يحوجناش لحد وادانا كمان بوز. شفت يا ولاد الشارع بتاع السوق هناك ورانا في الحته الواسعه. والبيت بتاعنا هو في شارع السوق. ودي الست بتاعت الخضره دي عسل وسكر صاحبتي وظريفه قوي. فضلت برضه واقفه معانا نلوك شويه ونضحك كده. اقسم بالله يا ولاد لولا مسحت لكم الصوت كنت ضحكتوا عليا ضحك. يوسف ابنه جاي من عندهم. دي شارع امي يا ولاد. انا اول بيت في الشارع وهم اخر بيت في الشارع. زي ما انتوا شايفين كده اهو. دي الشارع اهوت بتاعنا دي بيتنا وبوابتنا اهو. اللي انا هفتح كان اشرف بيفتح عشان يجيب الشاحن ويجيب ازازه تلج من الفريزر من عندنا. دي بيتنا احنا اهو. ودي بيت عمكم عطيه بتخيل. فاللهم صل على النبي ايه. امي ما بتشربش ميه ساقعه. وانا كنت متضايقه وقلت بقى ان انا هاكل سمك لازم أنا اشرب ميه ساقعه. شفت الشارع اللي طالع منه التوك توك اه دي بتاع امي. يعني انا في اوله وامي في اخره. بينا وبين بعض حاجه بسيطه.
فعشان كده يا حبيب قلبي كنت عاوزه ابيع البيت وراح ابو داود، بس مش هبيعه عشان خاطر امي، والله ما انا بيعاه. انا لو نزلت الاجازه، انا بنزل الاجازه اسبوع او اقل من اسبوع، هبقى اشوف امي يوم واحد، كأن انا كده طول النهار مع امي. فزي ما انتوا شايفينها، اشرف بقى طلع يجيب الشاحن، كان في الوقت ده الكهرباء قطع، كانت قطع كمان، واحنا في المعرض بتاع السجاد وبتاع الادوات المنزليه. فكانت حتى هناك اشرف بيدور بيصور، كانت الحته ضلمه، بيقطعوا الكهرباء هناك كتير. فزي ما انتوا شايفين كده اشرف بقى قفل الباب عشان نروح بقى ايه نغير هدومنا ونشوي السمك عند امه ونتغدى. كان في الوقت ده الاستاذ وائل ومحمد بيصلحوا في العربيه في تمي، والله ما انا فاكره كان تمي ولا منشيت بطاش. فاهو شفتوا بقى زي ما انتوا شايفين، احنا جينا في اول الشارع بوريلكم من ورا، وام في اخر الشارع، والعربيات بقى واحد جارنا بابني يقفل الشارع، والعربيات رايحه جايه عامله عفره عندهم ومبهدله الدنيا. فدي قريتنا يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين اهو، اشرف جاب الشاحن وجاب التلج وقفلنا ومشينا. الاجازه اللي بروحها ما يعني ايه، انا بروح عند حماتي صاحب يوم ولا كده، وبقيت الاجازه بقعدها مع عمي بقى. عايشه لوحدها في البيت بتاع اخويا، واللهم صل على النبي، بقول ايه بدل ما انا اقعد في شقتي وهي قاعده لوحدها ده يومين ثلاثه، وما بشوفهاش الا كل فين وفين، وصباحنا الصبح روحنا. دي كان اخر يوم ليا هناك في البلد يعني اللي انا صورت لكم فيه. زي ما انتوا شايفين كده بقى، حبيت اوريكم الاسماعيليه وفقوس والحتت دي كده واحنا مروحين. عملت لكم جوله بوريكم اخر حاجه عندنا، هتشوفوا الخضر قبل ما نخش في الرمله والجبل والحاجات بتاعت سين. شفت يا ولاد اوريكم في الفيديوهات بتاعتي وفي تصويري، جبت لكم من اول ما كنت في الوحده بتاعت بلدنا، وعملت لكم جوله في الشارع بتاعتنا اهو وعند البوظه، وخدتكم معايا كمان في سينا عشان تعرفوا ان انا مش حرماكم من اي حاجه. شد حيلكم معايا بقى يا اولاد، وحطوا لكم الاشتراك عشان كده ما ينفعش كل اللي انا بقول لكم انتوا هتجولنا لتوته ونتوته ولا ايه؟ مش عاوزين عاوزين نروح نقول لحد ارفع لنا فيديوهات ولا اعمل لنا حاجه. اخواتي وحبايب قلبي باذن الله يقفوا معايا، والفيديوهات هتكبر وتبقى زي العسل. خلاص كده الخضره خلصت، كده بقى احنا عدينا النفق. زي ما انتوا شايفين كده كنا عدينا النفق، ولا كانت لسه في حته خضرا هناك هي جايه ورا يا ولاي؟ مش عارفه ده ايه. لا كده فعلا كنا في الوقت ده عدينا النفق اهو. وزي ما انتوا شايفين على يميننا جبل وعلى شمالنا جبل، واحنا ماشيين في نص الطريق. وصلنا على العصر برضو كده عشان احنا طالعين بدري. فيا رب الفيديوهات بتاعتنا تكون بتفيدكم بحاجه بسيطه، والله العظيم بحب اوريكم كل حاجه حلوه. خلاص كده هو كنا روحنا بقى العصر، يعني بين العصر والمغرب كده، المغرب بتاع قدن واحنا بنتعشى. نزلنا بقى صدر اللي هي المدينه يعني، نجيب شويه طلبات وكده. واشرف طلع فوق المحلات كده، فوق هو واحد صاحبه يوريكم البلد من فوق. شفت البلد فضت ازاي ولاد عشان الشتاء. زي ما انتوا شايفين احنا عندنا برضو راس السدر دي بلد جميله، بس الوقت دوت البلد فضيت عشان المدارس شغاله والجو برد. فحبيت برضه اوريكم من اول ما طلعنا من الماهي، من قريه تمي الامديد ده اهلي لعند ما خدتكم جنوب سين. رايكم بقى يا ولاد، حطوا لايك والاشتراك واشوفوا وشكم على خير.